السلام عليكم. الكل شاف مؤخرا فيديوهات هذه اسمحوا لي بعدا كي نعرف على راسي. عادل الغزاوني، الحامل للبطاقه الوطنيه رقم بي جي 233 624. هاد المعلومات وفرتها لاي واحد حب يقدم ضدي بلاغ، بغى يعتقلني، بغى يدير شي حاجه. المهم انا قلتها لكم غير في اطار الجانبيه. المهم اهم حاجه شهرتي مول الكرسي اللي عنده يد وحده. عرفتي علاش مول الكرسي؟ حيت هاد الكرسي اللي جالس عليه انا ما غينافسني عليه حتى واحد. جالس فيه بدون انتخابات، بلا تزكيه، بلا انقلاب، بلا والو. غادي نقول لكم واحد الكلمه، هاد البلبله وهاد المشاكل وهاد الشيء كامل اللي تفرع علينا به راسنا. اصلا احنا كدول عربيه، نهضر على المغرب بليتو، ما عندي ما ندير العرب. المغرب كدوله الملك يسود ويحكم، شاء من شاء وابى من ابى. لكن الاهم لاش هاد اللعبه اللي كيف غنقولوا حامضه 33 مليار مثلا سنتيم دعم للاحزاب السياسيه في اطار الحمله الانتخابيه ديالها، والاحزاب السياسيه كاملين كلهم فاشلين، الكل فقد فيهم الثقه، ما بقاش عندكم مصداقيه، ما عندكم والو. شي الشعب لو ما كنتوش كتعند بالكم بان الشعب غبي، فعلا الشعب غبي. الشعب مقسوم لجوج ديال الفئات، فئه مستعده دير اي حاجه على ود الفلوس، علاش؟ جيعانه او ملهوطه، وفئه اخرى ما غنصنفهاش كغبيه، ولكن فئه كيف غادي نقولوا فئه القطيع. مره كيلعبوا عليها باسم القوميه، مره باسم الهويه الدينيه، مره بهذه خطابات فارغه. غادي نعطيكم واحد المثال باش تعرفوا بان هادشي كلشي خاوي، هضره خاويه. ملي كتوقع عندنا شي فاجعه في المغرب حتى كتجي الاوامر ديال صاحب الجلاله، اوامر ساميه من صاحب الجلاله، يا افراد الجيش او افراد الوقايه المدنيه، عاد كيكون التحرك. وملي غير الملك هو اللي كيعطي الاوامر، واش بغينا بهاد الزباله هذا كامله؟ المغرب غادي بلا هاد الحكومات وبلا هاد الوزارات وهاد الشيء وهاد الاحزاب وهاد الشيء كامل، هضره خاويه. المغرب غادي بغى اللي بغى وكره اللي كره، يعني هبطوا علينا هاد الريدو. حنا كتمارس علينا الديكتاتوريه باسم الديمقراطيه. اش من ديمقراطيه؟ واش كتضحك عليا؟ وشوف غير الفلوس اللي كنقول لك، الفلوس كنهضر لك على الثروه، غير الثروه ديال صاحب الجلاله ما شاء الله كافيه بسد جميع مشاكل وحاجيات المغرب. المغرب بلد متخلف، لا ديمقراطيه فيه ولا شيء. ونعطيكم واحد من الامثله اللي بزاف اللي لا تعد ولا تحصى. تران خلاتو فرنسا مراكش، راه باقي واقف في مراكش وما عمرو غيزيد من مراكش. نهار يزيد التران من مراكش للقدام، ونهار ما تبقاوش تحطوا صبابطكم قدامكم في الجامع، عرفوا ريوسكم بانكم غادي تنجحوا، غادي تزيدوا القدام. واش انت في الجامع حط صباطك قدامك حاضيه، ارخص ما عندك ما مأمنش عليه فين؟ عنده في بيت الله. يعني شعب والو. حنا بكل ما بصراحه تجمع بشري او قطيع بشري كنعرفوا ناكلوا، نوسخوا، نتناسلوا، شي حاجه اخرى والو والو والو. انا شنو اللي خلاني نهضر بهذه الطريقه وخلاني نخرج هذه الهضره كامله؟ هو انني صبرت بزاف، تجاوزت على بزاف ديال الحوايج، وكنقولوا هذا الشيء كيوقع في اي بلاد اي حاجه. هذه ما نعاودش لكم على راسي، حيت لا عاودت لكم على راسي تقولوا هذا راه بدا كيهضر على ود راسو. انا هكا هذه 6 سنين ما عمر شي واحد سمع من عندي شي حاجه. ولو بغيتو تسمعوا انا غادي نقول لكم، كنت غادي ما بيا ما عليا مع 7 الصباح 2009 لو 30/10 ضرباتني سياره 4x4 رباعيه الدفع سوداء اللون، دخلت على اطراف وغيبوبه لمده 48 يوم. المهم داكشي ديال المستشفيات وداكشي غادي نخصصوا ليه حلقه خاصه ان شاء الله. ابهى واحلى ما يوجد في المحضر التي حررته الضابطه القضائيه. ملي كتسمع الضابطه القضائيه كتشدك الرعده من صبع رجليك الصغير. هما عباره عن عصابه
الضابط القضائي حرص المحضر قال لك المعني بالامر اللي هو انا اصطدم بدابه غادرت عين المكان ووجهتها مجهوله. واخا انا كنركب على دراجه موطوبيكال ام بي كا ما كطلعش في الطلعه ما كتفوتش 30 كيلومتر في الساعه. واخا انا اصطدمت بدابه بنيه على حسب هذا الشيء دابا بنيه غادرت عين المكان ووجهتها مجهوله وفيها شاهد. هذا في وسط المحضر تبارك الله المحضر ديال الضابط القضائي. شاهد ماذا يقول الشاهد في الصريحين؟ يقول علمت من بعض الفضوليين أن المعني بالأمر اصطدم بدابة بنية اللون غادرت عين المكان ووجهتها مجهولة. واش غادي نقول لك ملي قريت هادشي تفكرت هذاك الشاهد ما شاف شي حاجة. قال عادل إمام فعلا قالوا لي هي هادي. شوف اللي غادي نقول لكم حنا غير كنضحكوا على ريوسنا كنوهموا ريوسنا بأننا كنعيشوا ما كنعيشوا والو. غادي تقولوا كاين المنتقدين يقول لك انت راك عايش في امان لا قيمه تاكل. لا الامان ما كنشوفوش وما ناكل ما كنشوفهاش وحتى حاجه ما كنشوفها. لان لو بغيت نقرا غنداوي راسي خصني الفلوس. فلوس ما كايناش باش غنداويو. بغيت نقري ولدي خصو الفلوس لان المنظومه التعليميه ديالنا فاسده كلشي عندنا فاسد. عرفتي حنا لدرجه الفساد والعفونه اللي وصلنا ليها اصبحت خليني نقول لك ديغوطونت كدير التبويع القي غادي نتقياوكم. حنا اللي غادي نقول لكم فقدنا فيكم الثقه فقدتها فيكم كمواطن فقدتها فيك انت صاحب الجلاله الملك ديال البلاد فقدتها في هذا المجمع ديال اللي كيسميو ريوسهم حكومه اللي هي ماشي حكومه ومفقوده في الاحزاب انتهى عصر الاحزاب وعصر السياسه. الان كاين عصر الدولار الفلوس عندك تسوى ما عندكش ما تسواش. هاد الحكومه وهادشي الضحك قال لهم انايا ضد حفل الولاء. اول واحد كيدير شكون هو